السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه البيت مش أمان؟ الأب والأم أهم حد في البيت. عارف أصعب إحساس ممكن يعدي على الإنسان إن هو يبقى تعبان من بره ويرجع بيته ما يرتاحش. المفروض البيت ده بيبقى حضن، المفروض البيت بيبقى أمان، المفروض أول ناس بيطبطبوا عليك هم أهلك. بس ليه أوقات كتير بيكونوا هم أكتر ناس بتتوجع منهم؟ كم مرة قلت لابنك شوف غيرك، شوف زميلك، شوف ابن خالتك، أنت ليه مش زيهم؟ كم مرة كسفته قدام الناس وانت فاكر انك بتربيه؟ ابنك مش محتاجك تقارنه بحد، هو محتاجك تطمنه، مش محتاج يسمع انه اقل من حد، هو محتاج بس يحس ان هو كفاية. الطفل ابنك ممكن يستحمل كلام من الدنيا كلها بس ما يستحملش كلمة من ابوه او امه، علشان دول مش اي حد، دول الامان. دول الأمان. الكلمة ممكن تعدي بس الإحساس اللي وراها يفضل موجود معاه حتى عند 40 سنة. انت دورك كأب وأم ان احنا ما نكسرش الولد، الدنيا كفيلة ان هي هتكسره ما تقلقوش يعني. انت دورك انك تسنده، تحضنه، توعيه، ترشده، تطبطب عليه حتى لو هو غلطان هنعلمه. بدل ما تقول له انت مش نافع قول له انا شايف فيك حاجة حلوة. بدل ما تقارنه بحد قول له انا فخور بيك حتى لو بيتحسن خطوة خطوة. الدين بتاعنا ما علمناش القسوة، علمنا الرحمة، علمنا ان الكلمة الطيبة صدقة، واقرب حد للكلمة دي هو ابنك. في ام ما كانتش شايفة ابنها زي اي حد، هند ام معاوية ابن ابي سفيان، كانت متقلة عليه وبتعلمه كل حاجة ورمياه في المعارك. حد من الناس اللي حواليها كده قال لها معاوية ده لما يكبر ده هيبقى كبير الناس، كبير الحتة اللي احنا قاعدين فيها دي. قالت له سكلته إن ساد أهله وفقط، يعني لو بقى كبير القبيلة دي بس كده يموت أحسن. وعدى الوقت وبقى معاوية بن أبي سفيان خليفة المسلمين. قول لي بقى بصراحة إيه أكتر كلمة اتقالت لك زمان ولسه بتوجعك لحد دلوقتي؟ إحنا عايزين نتعامل مع أولادنا إن هم بناء بنبنيه مش بناء بنهده. السلام عليكم ورحمة الله.